السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو هذا العاجل. إذا أول بلاغ لإضراب بخصوص الخبر الذي تلقيناه بوفاة الأستاذة هاجر رحمها الله، التي كانت تدرس قيد حياتها بالتكوين المهني بأرفود. إذا بعد مطالبات كثيرة وبعد حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان خطوات احتجاجية قوية، بعدما رأينا خطوات محتشمة للاتحاد المغربي للشغل من خلال نقابته القطاعية ديال التكوين المهني، التي قامت بنشر بلاغ بخصوص مجموعة من الخطوات الاحتجاجية المحتشمة التي ستقوم بها الشغيلة ديال التكوين المهني يوم الثلاثاء، كما سمتها يوم الثلاثاء الأسود. إذا هنايا النقابة أو الجامعة الوطنية للتعليم اللي هي النقابة ديال التعليم المدرسي، إذا ستقوم بخطوة جريئة وستعلن عن إضراب يوم الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من الخطوات الاحتجاجية الأخرى. من طبيعة الحال يتوقع حسب تقديري الشخصي أن تنضم نقابات أخرى، بل على الصعيد الوطني أيضا، للدعوة لإضراب، لأن ما يحدث فعلا في قطاع التعليم بجميع مستوياته، سواء التعليم العالي أو التكوين المهني أو التعليم المدرسي، لا يبشر بخير، وعلى الجميع أن يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بطبيعة الحال بالطرق القانونية، إذا بما فيها التحسيس والتوعية بخطورة ما يحدث. إذا المجتمع ديالنا فهو أعتقد بأنه يتجه نحو الهاوية بهذه الطريقة هذه لسوء الحظ. إذا غنشوفوا البلاغ ديال المكتب الجهوي ديال ليفينو في جهة درعا تافيلالت، ونشوفوا شنو هما الخطوات الاحتجاجية الأخرى التي سيعلن عنها. إذا تم نشر الإعلان للتو. إذا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي يعلن عن وقفات خلال الاستراحة صباحا ومساء يومي الاثنين 14 والثلاثاء 15 أبريل 2025، وإضراب جهوي الأربعاء 16 أبريل 2025 لرفض العنف المدرسي الذي راحت ضحيته أستاذة اللغة الفرنسية بأرفود. إذا تلقينا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي جهة درعا تافيلالت فجر يومه الأحد 13 أبريل 2025 بحزن عميق نبأ وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بالتكوين المهني بأرفود، ضحية الاعتداء العدواني من طرف أحد طلابها، في سياق تفشي العنف المدرسي الذي أصبح آفة تنخر التعليم العمومي في غياب وسائل بديلة لمواجهته، والإرادة السياسية للدولة لإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية. وأمام هذا الوضع الخطير، فإننا في المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي جهة درعا تافيلالت نعلن للرأي العام ما يلي: أولا، تقديم أحر التعازي والمساواة لأسرة الفقيدة وللشغيلة التعليمية في هذا المصاب الجلل. إدانة عدم التعاطي الجدي لكل الجهات المسؤولة مع تفشي العنف المدرسي والصمت الرسمي تجاهه. دعوة الشغيلة التعليمية بجهة درعا تافيلالت إلى تجسيد وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء يومي الاثنين 14 والثلاثاء 15 أبريل 2025 مع حمل الشارة، ثم الانخراط في إضراب جهوي يوم الأربعاء 16 أبريل 2025. إذا من المحتمل كما قلت إخواني الكرام أن تنضم مكاتب جهوية أخرى في مناطق أخرى من المغرب، بل وأتوقع أن تنضم النقابات من خلال مكاتبها الوطنية بإعلان بلاغات ديال إضرابات وطنية بخصوص هذا الأمر هذا، لأن حتى مواقع التواصل الاجتماعي تغلي وتطالب باتخاذ خطوة جريئة. لسوء الحظ ما عرفتش الشغيلة ديال التكوين المهني واش حتى هي عندها نفس الإحساس أو لا فقط التعليم المدرسي، ولو أنه بطبيعة الحال الكل في سفينة واحدة والكل معني، ولكن كنت أتوقع أنه البلاغ ديال القطاعات النقابية ديال التكوين المهني أن يكون أكثر صرامة وأكثر جرأة، ولكن أعتقد بأنهم اختاروا يديروا خطوات رمزية في أوقات الاستراحة، ثم بين الثانية الثانية عشرة والثانية ظهرا، فاش ما كايناش العمل من طبيعة الحال. إذا على أي هما عندهم التقدير ديالهم للأمور ديالهم، وربما عارفين بالخبايا أكثر مما حنا عارفين. بطبيعة الحال لا أحد يدعو إلى الإضراب من تلقاء نفسه، وأنا شخصيا من بين أكثر الأشخاص الذين لا يحبذون هذه الإضرابات بطبيعة الحال، بحكم أنها كتضيع الزمن المدرسي، ولكن في بعض الأحيان إذا كتكون هو الحل الوحيد لإسماع الصوت في ظل الآذان الصماء التي تواجه بها بعض المطالب، خاصة المطالب الاعتبارية ماشي فقط المادية، بحال هذا الأمر هذا ديال المذاكرة ديال البستانة وإعادة رد الاعتبار للمدرسة العمومية بجميع مكوناتها.
وكنقول دائمًا بأن العنف في الوسط المدرسي راه ما كيمشيش الأستاذ الضحية ديالو فقط، راه الأستاذ راه بإمكانه أنه يحمي راسو. هاد الحالات اللي كنشوفوها فهي حالات نادرة، كاين من طبيعة الحال العنف، ولكن الأستاذ راه قاد يحمي راسو بطريقة أو بأخرى. المشكل هو في التلاميذ الآخرين اللي ما كيقدروش يحميو راسهم، واللي كيروحوا ضحية ديال العنف ديال الزملاء ديالهم. دونك هادشي اللي كاين إخواني الكرام. كنتمنى أن الأمور إن شاء الله تحسن في قادم الأيام، باش التعليم والمدرسة العمومية ديالنا ترجع مرتع يعني إنشاء شتلات اللي غتقود السفينة ديال هذا الوطن هذا إلى بر الأمان.